السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على النبي حبيب قلبي. النهاردة هعمل معاكم بقى. النهاردة كنت خلاص لبست ورايحة افك الجبس لمحمد. خلاص كده عدى كان بيقول اسبوعين، فكده خلاص عدى الاسبوعين. ف النهارده كان 22 بقى، هنروح خلاص نفك الجبس لمحمد. قلت خلاص كده ايه اروق الشقة قبل ما انزل، فقمت على طول كده بقى على الشقة. بدأت بالأوضة دي عشان قلت ايه يعني. انا بصراحة الأوضة دي جيت اروقها، ما لقيتش الدواشات الصغيرة، فقلبت عليهم الدنيا ما لقيتهمش. قلت خلاص لقيت الدواشة دي حطيتها، والدواشة التانية ما لقيتهاش برضو من الدواشات دي. فقلت خلاص بقى مش مهم، هحط دي وهعين اللحاف في ريشة البطانية اللي هي الراي الواحد دي و وعينت اللحاف. ف شلت الطقم البامبي اللي كان على السرير اللي انت شفتوه في الاول، وفرشت بقى الطقم الموف ده بالدفايه بتاعته. انا جايبه لكل طقم السرير في الشتا دفايه شبه الطقم السرير بالظبط، بيبقى شكلها جميل عليه. غير بقى اللي هو الدواشات دي جايه مع مفرش السرير كده دفايه لوحده. فهنا بقى ايه فرشته كده وقلبت الدنيا على الدواشات، بصراحه ملقتهاش. وشلت بقى كل حاجه معاكم كده. بس كده يا حبايب قلبي، هنا بقى هكنس الأوضة وخلاص كده. غيرت بقى معاكم وملاية السرير كده زي ما انتم شايفين، وعينت اللحاف وقلت البطانية دي يعني اما يعني اللي عايز يستغطى بالبطانية دي، لكن اللي يجي ينام بالليل يستغطى بالبطانية تحت اللحاف يعني، لأن البطانية دي مش بتدفي لأن الدنيا لسه ساقعة قوي. فهنا بقى كده ظبطت الدنيا زي ما انتم شايفين. هنطلع بقى ايه على الصالة. انا طبعا عايزة اعمل بسرعة بسرعة، انا طبعا مسرعة الفيديو على اخره، بس قلت ايه اتجدع كده واعمل بسرعة عشان كنت رايحة لدكتور السنان ودكتور العظام عشان افك الجبس لمحمد. فهنا بقى ايه بشتغل على ايه على اخر كده. خد يا توته. بس كده حبايبي، هنا بقى طلعت على الصاله كده. الترابيزه دي ببقى قاعده كده اعمل لهم عليها سندوتشات ولا حاجه، فمسحتها على طول كده وهاجي هنا بقى على فرش الكنب كده اروقه بسرعه واكنس الارض وكده، بحيث لو رحت وجيت الاقي الدنيا رايقه. انا رحت وجيت لقيت عيالي مطلعين حاجات من النيش ومكسرينها، بس زعلت قوي والله العظيم، بقيت اضربهم. يعني مش حاسه بقيت مطروبه. انا اذا كنت انا بخاف من النيش هم رايحين يلعبوا فيه، فبقيت والله زعلانه خالص. هنا بقى يا حبايب قلبي لقطت كده العيش لانه بيلزق في الارض، وهروق كده معاكم اليوم ده. انا كنت فرحانه جدا لان اول يوم اقعد مع محمود ونتفاهم معاه على كل حاجه مزعلاني منه. و يا جماعه والله العظيم اللي يعني مش عشان بتكلم على نفسي بس، انا قلبي ابيض خالص والله. يعني اللي يقول لي صفحة جديدة ومش عارف ايه، والله العظيم انا فاتحة صفحة جديدة مع محمود بقلب ابيض صافي، وما فيهوش اي غدر ولا في اي حاجة خالص. ربنا يهديهولي يا رب ويحفظهولي. اكيد طبعا مش عاوزة اخرب بيتي، ربنا يا رب ما يجيب خراب في بيتي ابدا. وفعلا ما عادش حد يتدخل بيني وبين جوزي نهائي خالص. ومحمود بإذن الله هيتغير وبقى شخص تاني. بصراحة هو بقى بيعاملني بطريقة تانية خالص خالص خالص. يا ربنا يا رب يا رب يهديهولي يا رب ويهديني ليه، ويفضل يعاملني كده على طول. لأن محمود كانت معاملته صعبة معايا جدا يا جماعة. بره البيت هزار وضحك، جوه البيت بينكش لي على أي حاجة، عايز يعمل معايا مشكلة بأي طريقة، أي حاجة ما اعرفش ليه. فانا خلاص بقى قلت له لا يا محمود انا استحملت كتير خلاص كده، احنا خلاص بقى فتحنا صفحة جديدة مع بعض. طبعا كل بيت فيه مشاكل، وكل بيت ربنا عالم، هو يعني كل بيت مقفول على قصة شكل. فالحمد لله الحمد لله انا عايز ايه؟ خد يا حمد. ماما مش هتذكري. استنى يا ستي. محمد اما خلع الجبس فاق الحمد لله. انا كشفت، انا رحت عند دكتور السنان وطلعت، رحت عند دكتور العظام طلعت، رحت عند دكتور السعداني صدرة اطفال
عشان محمد سخن مني بالليل قوي. انا راجعه البيت الساعه 1 بالليل. ايوه انا لسه بقول محمد مفرفش. ايه ماما بتعيط. بس كده يا حبايب قلبي. هنا بقى ايه، طلعت كده على الصاله التانية. هي الصاله بتاعتي مفتوحه على ناحيتين. طلعت كده بقى على الناحيه التانية كده اعملها، وربنا يوفق الجميع يا رب. هنا بقى خلاص عملت الناحيه التانية، وهلم الزباله بقى وافتح الباب كده وهتشوفوا بقى دلوقتي هيكون محمود بقى خلاص جه من الشغل. اول ما محمود بقى يجي من الشغل هحط له الغدا وتقريبا كده محمود اصلا كان اتغدى اليوم ده. انا كنت عامله مكرونه وبطاطس واتغدينا كده بسرعه، وعايزه اخلص في ثواني عشان معادي يعني كان كل اليوم ده كله مواعيد. اليوم ده كان كله مواعيد وعايزه انزل، وقلت خلاص بقى ايه، انا يعني عايزه انزل اجي بقى ارتاح، البيت نظيف هاجي بقى ارتاح. وطبعا غديت عيالي قبل ما انزل. هنا بقى قلت لا، ده انا لازم اقعد اشرب ايه القهوه قبل ما انزل، لان محمود رن على الدكتور قال له تعالوا الساعه 6. فقلت له خلاص كده لسه فاضل ساعه، نشرب بقى فنجانين قهوه بسرعه كده وننزل. قعدت بقى كده، بحب القهوه على السبرتيه قوي، بتطلع بصوا دايبه تحفه. هنا بقى ايه، قاعده بتكلم مع محمود. هو بصراحه ايه، خصص لي كل يوم كده وقت معين، إيه اقعد كده اتكلم معاه، اشوف إيه مثلا نعمل ايه، نتفق على حاجه، إيه ورايا مشوار. إيه انا ليا كل يوم ساعه، محمود الساعه دي بتاعتي اعمل فيها اللي انا عايزاه. اخرج اتكلم مع محمود، محمود مثلا يقعد يشرب معايا شويه شاي شويه قهوه، نتكلم، يقول لي مثلا هو بيفكر في ايه، عايز يعمل ايه، انا اقول له انا بفكر في حاجه عايزه اعملها. يبقى في مجال ان انا وهو هو بص هو هيموت وينام. هيموت وينام. هي الساعه دي كان بينامها اصلا كل يوم، فهو قال خلاص انا الساعه دي مش هنام، هقعدها معاكي. فقلت له خلاص ماشي، هو مؤقتا بس لحد ايه ما في حاجه كده ان شاء الله لو تمت باذن الله. فمحمود بقى هيبقى باذن الله يا رب حياتنا هتتظبط اكتر كمان. فهنا بقى الحمد لله كده. بس يا محمد نم يا. فهنا بقى ايه، هنا بقى ايه، هنا بقى يا حباب قلبي ايه، قاعدة اهوت ايه هعمل بس يا محمد. هنا بقى ايه بغلط هنا بقى هنا بقى ايه قاعدة خلاص بقى. بس كده هعمل القهوة بقى ايه وارجع لكم. هنا بقى بصوا القهوة اللي على السبرتيه دي بيبقى طعمها جميل، جميلة قوي. فهنا بقى بحب اعملها وانا قاعده كده بقى ايه، بقعد ارتاح شويه واقوم ايه عامله لنا كده كوبايتين قهوه، بتبقى فظيعه. في ايه ولا انت ولا عايز ايه؟ خد تعالى هنا بقى ايه بس يلا. هنا بقى ايه هنعمل كده ايه 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 اما بتكلم بيعيط مش عايزني اسجل الفيديو. هنا بقى يا حبايب قلبي بصوا، انا كنت جايبه حلق، بس الحلق ده طلع كان معروض كان حاطه في العرض وكده، فبصراحة ما كانش حلو خالص. ودني صغيرة وكده، فكان بيطلع من ودني، عايز حد ودنه ايه ملزلزة كده وحلو. فانا ودني عشان رفيعة، فكان كل شوية يطلع من ودني وعدله، في الاخر خلعته. ايه يابا بس كده يا حبايب قلبي. بس كده هنا بقى في الحضانة كانوا راسمين للبنات في الدرس، الأبلة بتاعت الدرس كانت راسمة للبنات على وشها كده
فاللي هيقول لي انت بتنزلي وتسيبي البنات لوحدها ومش عارف ايه. بصوا حبايب قلبي، انا ما اقدرش انزل اروح عند الدكاتره ومعايا 3 عيال، ما اقدرش. فانا باخد محمد. ايه اهو اهو. يعني هسجل ولا مش هسجل؟ ايه ايه ايه